بتبدأ الحكاية براجل عجوز اسمه جيبيتو، وكان قاعد قدام قبر ابنه، وابنه ده مات في الحرب الكبرى. وجيبيتو كان زعلان جدا على ابنه، وبدأ ساعتها يفتكر ذكرياته مع ابنه. وابنه ده كان اسمه كارل، وكان عنده 10 سنين. وللأسف في يوم وهم في الكنيسة، طيارة من طيارات الحرب رمت قذيفة على الكنيسة، والقذيفة اللي اترمت دي موتت كارل. وطبعا من ساعتها جيبيتو فضل زعلان عليه. وعلى الجانب الآخر بنشوف صرصار، وكان صرصار موهوب وبيألف وبيكتب قصص. وبعد مرور الأيام جيبيتو كان لسه زعلان جدا، وكان كل فترة بيروح عند قبر ابنه ويقعد يعيط، وكمان كان بيتمنى إنه يشوف ابنه تاني ويرجع للحياة. بس لما يئس وما كانش في حاجة بتتحقق، قرر وقتها يقطع الشجرة اللي جنب قبر ابنه. وفعلا عمل كده، وأخد الشجرة معاه للبيت، وبدأ ينحت ويقطع في الشجرة لحد ما كون دمية صغيرة على شكل ابنه اللي مات. وبعدها طبعا بيكون تعب فراح عشان ينام. بس ساعتها بقى بتظهر ملكة الأرواح، وبترد الروح في بينوكيو وبتخليه يصحى ويتحرك. وكمان ملكة الأرواح راحت للصرصار وطلبت منه إنه يساعد بينوكيو ويوجهه للصح. وفي اليوم اللي بعده جيبيتو لما بيصحى بيسمع صوت دوشة في البيت بتاعه، فلما بيطلع عشان يشوف ايه اللي بيحصل بيلاقي قدامه التمثال اللي عمله بيتحرك. فجيبيتو بيكون متفاجئ جدا، بس لقى بينوكيو بيقول له ازيك يا بابا، وقال له انت اتمنيت انك تشوفني وانا قدامك اهو، رجعت لي الحياة تاني. فجيبيتو ساعتها ما كانش مصدق، بس الصرصار ظهر له وقال له ان فعلا ده ابنك ودي امنيتك اللي انت اتمنيتها. فجيبيتو كان مخضوض ووقع من على السلم، بس بينوكيو نزل وراه على طول، وكان مستغرب من كل الحاجات اللي في البيت وكأنه أول مرة يشوفها. بس برضه جيبيتو ما كانش مقتنع إن ده ابنه، فبينوكيو كان زعلان جدا ومش عارف يخليه يصدق إزاي. وبعدها بشوية بينوكيو سمع صوت الكنيسة، فجيبيتو حذره وقال له ما يخرجش من هنا. بس طبعا بينوكيو كان فضولي جدا وكان عايز يعرف ايه اللي بيحصل في الكنيسة. ولما الصرصار حاول يمنعه انه يخرج، بينوكيو قفل عليه الباب وخرج برضه. وبعدها بشوية لما بينوكيو بيدخل الكنيسة، الناس ما بتكونش فاهمة حاجة ومش عارفة ازاي دمية بتتحرك. وبعد شوية لما بيروح له جيبيتو وبيبدأ ينده عليه، الناس كلها بتهجم على جيبيتو وبتقول عليه ساحر وبيصنع حاجات غريبة. فجيبيتو ساعتها بيحاول يقنعهم ان ده مجرد لعبة خشبية. فبينوكيو وقتها بينكر وبيقول لهم ان هو انسان عادي. بس للأسف بقى بينوكيو لما كدب مناخيره كبرت، فجيبيتو ما كانش عارف يتصرف ازاي، واضطر انه يشيل بينوكيو ويمشي بيه من المكان. وبعدها لما اخدوا وروحوا البيت، جيبيتو عدله مناخيره. وبالليل راح لجيبيتو عمدة المدينة عشان كان عايز يتأكد إن بينوكيو مش هيشكل خطر على البلد. وبعدها بشوية وهم قاعدين، ابن العمدة ضحك على بينوكيو وقال له قرب من النار عشان تدفيك. فبينوكيو بيسمع كلامه، بس للأسف وقتها رجليه بتولع، فجيبيتو على طول بيلحقه وبيطفيله رجله. والعمدة طبعا لما شاف كده قال لجيبيتو إن لازم بينوكيو يروح المدرسة علشان يبدأ يتعلم ويكون زي باقي الأطفال في المدينة. وعلى الجانب الآخر بنشوف قرد شكله شرير، وكان ساعتها بيخبط على واحد بيعمل عروض مسرح. والقرد ده حكى للراجل عن بينوكيو وقال له إن هو عبارة عن دمية بتتحرك وبتتكلم. فالراجل اللي بيعمل العروض قرر يستغل الفرصة ويحاول يشغل بينوكيو معاه علشان يتشهر في كل المدن. وعلى الجانب الآخر بينوكيو كان مع جيبيتو في الكنيسة، وقال لجيبيتو أنا مصنوع من الخشب، والتمثال ده برضه مصنوع من الخشب، ليه بقى الناس كلها بتحبه ومحدش بيحبني؟ فجيبيتو بيطمنه وبيعرفه إن الناس دايما بتخاف من الحاجة اللي ما يعرفوهاش. وبعدها قال له يبدأ يجهز نفسه للمدرسة، وكمان اداله كتاب وقال له إن الكتاب ده كان بتاع كارل ابنه. فبينوكيو بدأ يحبه وعرفه إنه هيذاكر كويس وهيبقى شاطر في المدرسة. وبعدها لما بينوكيو مشي عشان يروح على البيت، في الوقت ده القرد والمهرج قابلوه وفضلوا يكلموا بينوكيو، وكمان كانوا بيحاولوا يقنعوه إنه يروح معاهم المسرح. والصرصار ساعتها كان موجود وبيحاول يمنع بينوكيو، بس بينوكيو للأسف بيقتنع بكلامهم وبيقرر يروح معاهم للمسرح. وفي اليوم اللي بعده العمدة بيروح لجيبيتو وبيقول له إن ابنه ما جاش المدرسة النهاردة. فجيبيتو كان متفاجئ وراح يدور عليه في المدينة كلها لحد ما بعدها لقاه في مسرح العرايس. لكن بعد ما العرض انتهى الأطفال كلها كانوا متفاجئين عشان لقوا إن بينوكيو بيتحرك من غير خيوط مش زي باقي العرايس التانية. بس جيبيتو بيكون جه وأخد بينوكيو ومشي.
وبعدها لما جيبيتو سأل بينوكيو ليه عملت كده، بينوكيو كدب عليه فمناخيره كبرت تاني، وكل لما كان بيكدب مناخيره كانت بتكبر أكتر، والأطفال طبعا كانوا واقفين بره وعمالين يضحكوا عليه. فجيبيتو بيزعق لهم وبيقول لهم إن ابنه مش للفرجة. بس ساعتها بقى صاحب المسرح جه وبدأ يشد منه بينوكيو، وفضلوا الاتنين يشدوا قدام بعض لحد ما للأسف في الوقت ده بينوكيو طار منهم وعربية خبطته ومات. وبعدها بالليل بيكون في 4 صراصير شايلين نعش بينوكيو، بس بيلاحظوا ساعتها إن بينوكيو ما ماتش ولا حاجة. فالصراصير وقتها دخلوه لملكة الأرواح، فالملكة قالت له إنه مش بني آدم ولا حاجة، وإنه عبارة عن خشب ومش بيموت، وقالت له إنه هيرجع للحياة تاني بس بعد ما ساعة الرمل دي تخلص خالص. وفعلا بعدها بشوية بينوكيو بيفوق تاني وكان وسط أهله وأبوه الصرصار. فالمهرج ساعتها بيفاجئهم وبيقول لجيبيتو إنه ماضي مع بينوكيو عقد، وإنهم لو مش عايزينه يمثل معاه في المسرح لازم يدوله تعويض. فالعمدة ساعتها بيعترض وبيقول إن بينوكيو لازم يتعلم القتال ويحارب، لأنه كده هيكون فايدة كبيرة للجيش عشان طبعا مش بيموت. فجيبيتو مهتمش للكلام ده وأخد بينوكيو ومشي. بس وهما في الطريق جيبيتو قال لبينوكيو إنه دلوقتي بقى عبء عليه، وقال له كمان إنه دلوقتي مديون بسببه، وعرفه بقى إن العمدة كمان مش هيسكت وهيوديه معسكر التدريب والحرب. فبينوكيو بيزعل جدا وبيروح ينام، لكن بيصحى بالليل وبيقول أنا لازم أرجع المسرح تاني وأشتغل وأجيب لجيبيتو فلوس. وقبل ما يمشي ساب له رسالة، وساب له فوق الرسالة دي الصرصار اللي كان بيساعده. وفعلا في اليوم اللي بعده جيبيتو لما صحي بدأ يقرأ الرسالة، والصرصار هو كمان بدأ يعاتب جيبيتو وقال له انت ما عندكش قلب لانك حملت بينوكيو كل حاجة وحسسته ان هو عبء عليك. فجيبيتو ساعتها قرر انه يروح ويرجع بينوكيو تاني. وعلى الجانب الآخر بينوكيو بيكون مع صاحب العروض المسرحية، وصاحب المسرح وقتها قال لبينوكيو إن في شخص غني جدا طالب إنه يشوفه مخصوص. فبينوكيو طبعا وافق واتحركوا كلهم بالسفينة عشان يروحوا للشخص ده. ووقتها بقى جيبيتو كان لسه بيدور على بينوكيو وراح لقبطان وقال له إن هو عارف إن بينوكيو دلوقتي في البحر فمحتاج أي سفينة عشان يدخل ويحاول يجيبه. بس القبطان حذره وقال له إن البحر ده مليان قروش خطيرة. بس جيبيتو برضه ما بيهموش وبيعرض على القبطان فلوس عشان يوافق إنه يدخله البحر. وعلى الجانب الآخر الراجل صاحب المسرح والقرد بتاعه بدأوا يعاملوا بينوكيو بطريقة وحشة جدا، وكانوا بيخلوه يشتغل على طول وما بيرتاحش خالص. وبعدها بشوية فعلا وصلوا عند الراجل الغني اللي كان عايز يشوف بينوكيو. بس ساعتها بقى بينوكيو بيتفق مع القرد إنهم يغيروا شكل العرض. وفعلا لما بدأ العرض كانوا عمالين يغنوا بطريقة مضحكة، وكمان كانوا بيتريقوا على الراجل الغني. فالراجل الغني وقتها اتعصب جدا وأمر الحراس بتوعه إنهم يقتلوا بينوكيو. وفعلا الحراس بيضربوه بالرصاص وللأسف بيموتوه. بس طبعا بعدها بينوكيو بيصحى تاني في عالم الأرواح وبيروح يدخل للملكة تاني عشان ترجعه تاني للحياة. فالملكة المرة دي قالت له إن الحياة هتبقى صعبة جدا عليه لأنه كل شوية عمال يموت ويصحى تاني. وعلى الجانب الآخر جيبيتو كان لسه راكب السفينة بتاعته، وللأسف وقتها ظهر له حوت كبير وبلعه هو والسفينة. وفي نفس الوقت ده لما بيرجع بينوكيو للحياة تاني بيلاقي نفسه في عربية الجيش وبيلاقي العمدة قدامه، والعمدة كان بيقوله إنه لازم يتدرب كويس عشان يشارك معاهم في الحرب، وقال له إنه لو عمل كده هيرجع المرة دي لبيت باباه بطل. فبينوكيو طبعا وافق عشان ما كانش قدامه حل تاني. وبعدها العمدة بيدخله مركز التدريب. وبالليل بينوكيو بيتكلم مع ابن العمدة هتلر، وهتلر بيقوله إنه خايف وزعلان جدا لأن باباه العمدة ما كانش بيحبه وبيقدره، لكن بينوكيو كان بيواسيه وكان عمال يهزر معاه عشان ما يزعلش. وفي اليوم اللي بعده العمدة كان عامل لهم تحدي كبير وقسم كل المتدربين لفريقين، الفريق الأحمر والفريق الأصفر، وابن العمدة كان في الفريق الأصفر إنما بينوكيو بقى كان في الفريق الأحمر. والعمدة قال لهم إن الفريق اللي هيوصل الإشارة بتاعته للقمة هيبقى هو الكسبان. وفعلا بدأت الحرب بينهم وكانوا عمالين يضربوا بعض بمسدسات الألوان. بس بعدها لما وصلوا عند القمة ابن العمدة وبينوكيو كانوا عمالين يشدوا شارات بعض، لكن بعدها بشوية بيضحكوا مع بعض وبيجيلهم فكرة وبيرفعوا العلم، بس كان مكون من الشرطين بتوعهم الصفرة والحمرة.
بس العمدة بقى بعدها كان متضايق وقال لهم ازاي تعملوا كده، المفروض ان انتوا اعداء والاعداء ما بيعملوش سلام مع بعض. وزعق لابنه جامد واداله مسدس وطلب منه انه يضرب بينوكيو بالنار. لكن المرة دي بقى المسدس اللي كان معاه ده كان مسدس حقيقي، لكن هتلر ما بيرضاش يضرب بينوكيو. وفي نفس الوقت ده سمعوا صوت انذار جاي من كل حتة واكتشفوا ان طيارات الاعداء بتهجم عليهم. بس العمدة برضه ما كانش همه الكلام ده وزق بينوكيو وابنه في حفرة، وكان برضه مصمم يموت بينوكيو. لكن هتلر بقى اتصرف وضرب بمسدس الالوان على باباه عشان ما يموتش بينوكيو. وساعتها بقى الطيارات اللي كانت بتهجم عليهم ضربت عليهم قذيفة، والقذيفة اللي اتضربت دي خلت بينوكيو يطير بعيد. وبعدها بشوية صاحب العروض المسرحية لقاه وربطه وولع فيه، لكن لحسن حظه القرد المساعد بتاعه بيساعد بينوكيو وبيضرب المهرج، وبعدها بيقعوا كلهم في المية بسبب الانفجارات اللي بتحصل. بس في اليوم اللي بعده بنكتشف ان القرد وبينوكيو عايمين على خشبة ولسه صاحيين، لكن للأسف في نفس الوقت ده في حوت كبير ظهر وبلعهم جواه. بس المفاجأة بقى إن نفس الحوت ده هو اللي بلع جيبيتو من فترة، وبينوكيو طبعا لما شاف جيبيتو كان فرحان جدا، وجيبيتو هو كمان كان فرحان وأخدوا بعض بالحضن. بس بعدها بشوية جيبيتو قال لبينوكيو إنهم مش هيعرفوا يخرجوا من هنا، لكن الصرصار بيطمنهم وبيقول لهم إن الحل الوحيد عشان يخرجوا إنهم يحاولوا يخرجوا من مناخير الحوت، وبيطلب من بينوكيو إن هو يكذب. وفعلا لما بينوكيو عمل كده وكذب مناخيره بدأت تكبر، فجيبيتو والقرد طلعوا على مناخير بينوكيو ونجحوا فعلا إنهم يطلعوا من مناخير الحوت. بس الحوت برضه ما سابهمش وراح عشان يبلعهم تاني، فبينوكيو ساعتها قرر يضحي بنفسه لأنه شاف إن الحوت بلع قنبلة. فبينوكيو جاله فكرة وقرر يفجر القنبلة دي، وفعلا عمل كده وفجر القنبلة، وبينوكيو والحوت ماتوا مع بعض. وبعدها طبعا كالعادة بينوكيو اتنقل لعالم الأرواح وراح للملكة وطلب منها إنها ترجعه بسرعة علشان يلحق باباه وما يغرقش. فالملكة قالت له ما ينفعش، لازم ساعة الرمل كلها تخلص. فبينوكيو كان رافض وعايز يرجع دلوقتي. فالملكة قالت له لو خرجت القوانين هترجع بشر، ولو مت المرة دي عمرك ما هترجع تاني. وقالت له كمان عشان يعمل كده لازم يكسر ساعة الرمل. ففعلا بينوكيو ما فكرش وكسر ساعة الرمل على طول ورجع تاني للحياة، وراح أنقذ جيبيتو على آخر لحظة قبل ما يغرق ورجعه تاني للشط. بس وقتها بقى المرة دي بينوكيو بيموت فعلا. فجيبيتو لما فاق كان زعلان جدا وكان قاعد جنب بينوكيو وعمال يقول له اصحى زي كل مرة، لكن طبعا المرة دي ما كانش فيه أي نتيجة. وساعتها بقى ظهرت ملكة الأرواح لجيبيتو وقالت له إن بينوكيو عمل كده علشان ينقذه، وللأسف هي مش هتعرف تصحيه تاني وكده هو مات للأبد. لكن المفاجأة بقى الصرصار بيظهر لها تاني وبيقول للملكة فاكرة لما قلتيلي ساعد بينوكيو وهيبقى ليا طلب عندك؟ فقالت له فاكرة، اطلب الطلب اللي انت عايزه. فالصرصار طلب منها انها ترجع بينوكيو للحياة. فطبعا الملكة كانت لازم تنفذ طلبه وحطت ايديها على بينوكيو ورجعته تاني للحياة. وبعدها بقى بينوكيو لما صحي حضن جيبيتو وكان فرحان جدا، وجيبيتو وبينوكيو والصرصار شكروا الملكة جدا عشان نفذت وعدها وساعدتهم طول الفترة دي. وبعدها عدت السنين وللأسف جيبيتو مات، وكمان لما جه الشتاء الصرصار مات هو كمان. وفي آخر الحكاية القرد صاحبه الوحيد مات هو كمان، وبكده كلهم ماتوا وبينوكيو بس هو اللي عايش. وكان دايما بينوكيو بيروح يزورهم في القبر بتاعهم وكان بيجيب لهم ورد كتير. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.